انتشر على السوشيال ميديا انه تم اعتقال الصحفي الامريكي الكبير تاكر كارلسون في دولة الكيان في المطار بعد انتهائه من اجراء مقابلة مع السفير الامريكي في دولة الكيان والمؤيد بشدة لدولة الكيان. الآن لم يتم تأكيد الخبر من الإعلام الكيان أو من الفريق تبع تكر، لكن لو افترضنا جدلا إنه هاي القضية مزبوطة وصحيحة وراح تبين اليوم أو بكرة وراح نوافيكم فيها، فهذا راح يعمل إنه لقضية سياسية كبيرة داخل الولايات المتحدة، ونقاش سياسي كبير بين الناس المؤيدة لتكر واللي هم بالملايين، وأغلبهم من المحافظين اللي هم بالعادة المؤيدين الأشد لدولة الكيان. ولكن في ناس ثانية راح تعتبر أنه هذا كان إجراء روتيني من دولة الكيان وما راح يأثر كثير، لكن داخل الفريق المحافظ اللي هم بيدعموا الكيان هذا راح يعمل انشقاق وكلام حول إعادة العلاقة بين دولة أمريكا ودولة الكيان والدعم اللامحدود إلها، لأنه تأثير السيد تكر مو طبيعي، وخاصة الآن هو بعد ما فتح موضوع المسيحيين في دولة الكيان والمعاملة غير الجيدة لهم. رأيكم بالموضوع؟ وفولو لايك شير أند كومنت، وتسلموا. رياض الوادي معكم.